السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا النهاردة مهم جدا. الزمالك هيقابل سموحة اللقاء اللي جاي يوم الثلاث إن شاء الله بإذن الله لو عشنا، وبعديها هيقابل اتحاد العاصمة، وبعد كده اتحاد العاصمة تاني في العودة، وبعد كده نهائيا سيراميكا. الزمالك يعني لا غنى عن أي فوز في الأربعة. خلاص أنت خسرت من الأهلي، انتهى الموضوع، أنت برضو مركز أول. النتيجة مش هتتنسي، طبيعي نتايج القمة ما بتتنسيش، سيبك بقى من الأهلاوية والزملكاوية اللي يطلعوا يقول لك إيه أنا مهم الدوري، ماشي ما أنت مهم عندك الدوري تمام، ولكن النتيجة مكتوبة. لقاءات قمة من الآخر، أنا كسبتك لقاء قمة وأنت كسبتني لقاء قمة، بتتحسب كده تمام. الزمالك وسموحة في غيابات هتبقى محسوبة، زي ما باقول لكم كده محسوبة، يعني الزمالك فيه 6 لعيبة عندنا لو خدوا إنذار مش هيلعبوا اللقاء بتاع سيراميكا اللي هو آخر لقاء. سيراميكا هيقابل الأول بيراميدز تمام، ونتمنى طبعًا إنه يعطّله أو يتعادل معاه. ما اتعادلش معاه خلاص هنعمل إيه؟ ما اتعادلش فاهمني؟ الزمالك مين هم بقى؟ أولًا كده أحمد فتوح، محمود بنتايج، ناصر منسي، حمدي الونش، ومحمد إبراهيم اللي هو الباك اللي ما عندكش غيره أصلًا دلوقتي بعد غياب عمر جابر، وأخوان بزيرة، وناصر منسي. دي الغيابات أو ال6 إنذارات اللي ممكن ياخدوا أي حد فيهم إنذار في الماتش، طبيعي أنت بتلعب احتكاك مش عارف إيه داخلة إنذار دول 6 غيابات محتملين عن بنسبة كبيرة عن لقاء سيراميكا لو خدوا إنذار في ماتش سموحة وهو أول ماتش. أنت مطالب قدّام اتحاد العاصمة هناك يا تتعادل، يعني تخرج بنتيجة إيجابية 1-1، 0-0، واتمنى يبقى 1-1، يعني 1-1 حلو أو 1-0 هناك عرفت تكسب خير وبركة، وخصوصًا اتحاد العاصمة مش فرقة هينة، فرقة حلوة لسه واخدة الكاس، معنوياتها عالية، أنت حاليًا معنوياتك واقعة، إلا لو اللعيبة مركّزة. معنوياتك واقعة لخسارة كذا نقطة ورا بعض، أولهم إنبي 2 بونت وأنت كان في إيدك الماتش، تشكيلة غريبة الكابتن معتمد لعبتها. بعد كده لقاء الأهلي خسارة 3 بونت، ولقاء الأهلي أنت خسرته بسبب أخطاء فردية، ليه؟ لأن الماتش ده بيتلعب على اللمسات الخفيفة، يعني الغلطة الواحدة توديك في حتة تانية، فأنت غلطت غلطة 2 وخلّيته كمان شاط البِلِن، فعبد الله السعيد الناس بتتهاجم عليه أوي، يا عبد الله أنت زعلان وأنت خارج، زعلان وهو خارج، ما طبيعي لازم يكون زعلان وهو خارج، الراجل هو المسدد الأول، وبعدين أنت عندك بقى عبد الله السعيد مسدد أول، محمود بنتايج ممكن يبقى التاني، عُدي الدباغ موجود في الأرض بيعرف يشوط ضربات جزاء جامد جدًا، تمام، ورغم كده خلّيت حسام عبد المجيد هو اللي يشوط ضربة الجزاء، غير التبديلات الخزعبلية اللي حضرتك عملتها. ف وغير عدم اعتمادك يا كابتن معتمد جمال الغير مبرر واللي نفسي أفهمه، ليه فجأة واحدة سِبت الشباب؟ الشباب اللي هم لعبوا معاك كويس، أدّوا بأداء كويس جدًا الفترة اللي فاتت، فجأة واحدة حضرتك سِبتهم. يعني مثلًا هنتكلم محمد إبراهيم، إيشو اللي أجاد في مكان مش مكانه، خضري اللي عمل برضه شغل عالي في مكان مش مكانه، محمد السيد اللي قعد فجأة واحدة، ليه؟ ما هم دول ناس كويسة، اللي عندك أنس وائل اللي اختفى برضه ومش عارفين فين، عندك الفرنسي لمساته حلوة جدًا، اعتمد عليه يا راجل، يا راجل أنت اعتمدت على الشباب دي ونجحتك الفترة اللي فاتت كلها، ليه فجأة واحدة اتنطروا بعيد؟ هو ده اللي أنا عايز أفهمه. هو ده اللي أنا عايز أفهمه، ومش لاقي إجابة بصراحة، مش لاقي إجابة. أنا مش هاتكلم مع حضرتك دلوقتي لسبب، أنت طبعًا عندك نقص لعيبة كتير، وحلو إن أنت وصلت كده والله، يعني إحنا كزملكاويه فاهمين إن أنت حلو إن أنت وصلت كده أصلًا بالمشاكل دي كلها، لأن أنت عندك إدارة بسم الله ما شاء الله، لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم، مؤدبين جدًا ومحترمين جدًا، ما بيتكلموش، ما لهمش دعوة بالكلام يا راجل، إيه ده، إيه اللي حصل؟ ما لناش دعوة. الإيقاف رقم كذا، ما لناش دعوة. طب نحل مشكلة بزيرة ده هندفع له 150 بدل ما يرفعوا علينا قضية ويبقوا 300، ما لناش دعوة. طب شيكو بنزا، ما لناش دعوة. طب عداد الدباغ، ما لناش دعوة. طب أنتم كل حاجة، محمود بنتايج، ما لناش دعوة. ما كل دي قواضي في عهدكم. صحيح إن في العهد اللي قبليكم كذا قضية، ولكن في قواضي في عهدكم أنتم. في حوالي 5، 6، 7 أو 8 في عهدكم أنتم، مش لك في عهدك أنت، اللي فضّلته على بن شرقي، اللي جه ما لعبش كورة ب5 جنيه، 5 جنيه، والله أنا لو كنت بالاعب عيل صغير في الشارع كان هيلعب أحسن منه، ولكن خلاص مش هنتكلم، أنت ماشي لوحدك في الدفة، أنت القائد حاليًا أنت وجون إدوارد. الراجل عمل اللي عليه وجاب لعيبة واتعاقد معاها التانيين مش لاقي ما بيتكلموش، فقدامك 4 لقاءات، اكسب لقاء سموحة،
اتعادل هناك أو اكسب اتحاد العاصمة، خُد الكونفدرالية هنا بإذن الله طبعًا لو ربنا رايد لنا ناخدها، اكسب سيراميكا، خدت الدوري. لإن أنت ما تعتمدش بقى على نتايج الآخرين، بيراميدز بقى زيّك في النقاط، ولكن أنت فرق بس المواجهات المباشرة هي اللي منجحاك، لكن هو زيّك في النقاط، فأنت ما تستناش وقوع بيراميدز، أنت بُص لفرقتك واكسب، ما لكش دعوة بقى بأخطاء الآخرين، التاني كسب خسر ما لناش دعوة، العب أنت، ربنا وفقنا وقع، وقع، ما وقعش إحنا ماشيين زي ما إحنا. أتمنى الكلام يوصل، وأتمنى من جماهير الزمالك تفضل زي ما هي، وإحنا زي ما إحنا، على العهد باقيين. سلام.